هذا الثور لم يستطع إمساك أي أحد، لكن لماذا سيتبع الناس والسيارة أمامه؟ لقد دمر طلاء وخزان البنزين. أعتقد أنه لم يظلم أحدا، فهو يتعرض لأقصى من ذلك. هذا الفيل لا يحب السيارات، وخصوصا السيارات الصينية، فهي تتكسر بسهولة. يبدو أن هذا الدب لا يحب من يلاحقه من الخلف، إذ يبدو غاضبا جدا، وهذا الفيل لا يحب من يقف أمامه، لذلك قرر إرسال هذه السيدة في نزهة. هذا الفيل لا يحب التجمعات، لذلك قرر تفريقهم عن بعض بهذه اللكمة القوية. وهذه الزرافة لا تحب من ينظر إليها، فهي خجولة بعض الشيء. نصيحة: لا تقترب من حيوان من الخلف أو حتى من الأمام، ومن الأفضل ألا تقترب نهائيا لتحافظ على سلامتك. ومن الأفضل أيضا ألا تصعد فوق ظهور الحيوانات. إذا كان وزنك أثقل من قدرة تحملهم فقد تجد نفسك على الأرض. هذا الشخص كان على وشك أن يفقد ذراعه لولا أن تراجع في الوقت المناسب. هذه المرأة تعتقد أنها تتعامل مع قط في شوارع أوروبا. المسكينة لا تعرف أن القردة لا تحب من يتودد إليها. هذه الوزة لديها حساب قديم مع هذا الجندي، واليوم سيدفع الثمن. أفضل وقت للرياضة هو الصباح. فكرة خاطئة. الصباح وقت الصيد. أحد الأشخاص كان يحاول غسل سيارته ليتفاجأ بهذا الكلب وهو يدخل لمكان غسل السيارات. يبدو أن الكلب مستمتع بالاغتسال، فهو مجاني. بعد انتهائه غادر الكلب إلى وجهته القادمة. من أكثر المواقف التي لا يحسد عليها هذا الشخص، إذا أفلت يده سيصبح عشاء للكلب. في المرة القادمة سيفكر مرتين قبل اقتحام المنازل. هذا الشخص ترك دراجته النارية وهرب بعد هجوم فيل عليه. المهم هو النجاة بأي طريقة. في جميع أنحاء العالم يوجد قطاع الطرق، لكن في الهند قطاع الطرق حجمهم كبير. هذا الفيل يتمتع بقطع الطريق على هذا الرجل، كأن لسان حاله يقول: إذا كنت رجل تقدم للأمام. أحدهم أراد أن يثبت أنه لا يخاف، فحاول قطع الطريق، لكن كان للفيل رأي آخر، فهرب مثل البقية وتعرضت دراجته النارية للدهس عقابا له على المحاولة. كل أم تعرف كيف تسلي أطفالها، حتى إن كانت الأم معزة. هذه المعزة ابتكرت طريقة رائعة للعب مع صغيرها. الحيوانات أذكى مما نتصور. هذه القطة لا تحتاج لمالكها لفتح الباب لها، فهي تستطيع فتح أي باب بسهولة. هل تساءلت يوما ماذا يحدث للسلحفاة إذا كانت مقلوبة رأسا على عقب؟ في الحقيقة أغلب السلاحف لا تستطيع الرجوع إذا انقلبت على ظهرها، لذلك فهي تبقى عالقة حتى تموت جوعا أو تموت من شدة الحرارة. لكن إذا كان هنالك سلحفاة بالقرب منها فهي تساعدها على الرجوع إلى حالتها الطبيعية. سبحان الله، تساعد بعضها البعض دائما في الوقوف. هل تساءلت يوما كيف سيبدو شكل الغوريلا بدون شعر؟ بعضهم يولد بدون شعر، والبعض الآخر يسقط شعره لتعرضه لمرض نادر. يصبح شكلهم مختلف كثيرا عن البقية، مما يسبب لهم الكثير من الصراعات مع البقية.